بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتني خالص من الفيديو اللي فات. جيت لكم بفيديو جديد النهارده، يا رب يعجبكم. بصوا بقى، انا جاي لكم بفيديو مختلف عن بتاع القصص اللي انا حكيتها قبل كده. بس انا كنت عايزه في اول الكلام كده منزله لكم صورتي ليه، لان انا الاول كنت بطلع اتكلم معاكم فيس تو فيس كده في الفيديوهات. بعد كده الصراحة في حاجات حصلت، فبقيت أفضل إن أنا أتكلم على الصور وعلى أسرد القصة يعني على الصور كده. فأنا دلوقتي في ناس بتخش لي على التعليقات بتقول لي فلان حكى وفلان قال القصة بطريقة وفلان قال القصة بطريقة. أنا غير أي حد، كل واحد ليه كاركتر بتاعه وكل واحد ليه الكاريزما بتاعته، وأنا مش هعرف أقلد حد. أنا مش هعرف أقلد حد خالص. فمن فضلكم اللي حاببني يسمع القصص بتاعتي. انا مش هقول لكم ان انا محاميه ولا انا دكتوره ولا انا مهندسه. انا ست بيت عاديه جدا. انا كنت بحب القصص وكنت بحب القضايا، كنت بحب اسمع الحاجات دي. فمن حبي للمواضيع دي فضلت ان انا اقولها، يعني اعمل قناه واقولها بطريقتي انا. فانا مش عاجبكم السرد بتاعي. اللي القنوات ماليه الدنيا، يعني القنوات كتيره جدا. بس انا ست بيت زيكم بالظبط. انا بحب اكلم اخواتي، بحب اكلم صحابي، بحب اقول القصه او القضيه بطريقتي انا. وانا عمري ابدا ما هطلع اقول لكم. في ناس بتقول لي في التعليقات ان انت بتقولي كلام غلط. انا عمري ما اقول كلام غلط، لاني انا بسمع القضيه مره واثنين وثلاثه عشان خاطر اقولها لكم بالطريقه الصح. وعمري ما هقول لكم معلومه غلط. ارجعوا كده للفيديو. انا كنت منزله فيديو بتاع طبيب الساحل، وانا جايبه الكلام بتاعي ده من المحاضر بتاعت البوليس ومحاضر الشرطه. فانا عمري ما هقول كلام ابدا من دماغي. فاللي حاببني يخش قناتي ويشرفني، ومتشكره جدا على الناس الجديده اللي دخلت. انا ست بيت عاديه جدا، بكلم اصحابي وبكلم اخواتي، وبقول بالطريقه اللي تريحني انا، وبقول بالطريقه اللي انا بحبها. اللي حابب انه يشرفني في قناتي، متشكره جدا على الناس اللي دخلت، ومتشكره جدا على الناس اللي هتطلع برضك من قناتي. تعالوا بقى النهارده، معلش انا طولت عليكم في المقدمه، انا متاسفه. بس انا كنت حابه ان انا اتكلم يعني فيس تو فيس كده معاكم. بس انا لظروفي، يعني في ظروف شخصيه كده بتخصني، انا مش حابه ان انا اطلع في القناه دلوقتي. ف يعني انا بتمنى ان انا على اخر السنه كده اكون كملت الألف مشترك، وكملت الساعات بتاعتي ال4000 ساعه. فشجعوني كده ويعني ما تحبطونيش، ارجوكم ما تحبطونيش. انا والله العظيم فيا اللي مكفيني، بس انا عشان حابه المجال ده انا داخله فيه. فتعالوا كده احكي لكم على القصه النهارده. بتحكي عن ايه؟ قصه سماح ابنها عبد الرحمن. ابنها عبد الرحمن ده في ايه؟ في كليه حقوق. عمل فيها ايه ابنها عبد الرحمن؟ مجرد ابن عاق، بيضربها وبيجيبها من شعرها وطردها من بيتها. بعد ما هي ما جوزها ما مات، اتجوزت واحد تاني وراحت اشتغلت. وعشان خاطر هو كان طفل صغير، رجعت من الشغل لقيته قاعد على سور البلكونه. سابت الشغل بتاعها واستقالت وراحت قعدت معاه عشان تربيه. قعدت مع جوزها التاني ده كام سنه؟ قعدت مع جوزها التاني ده 10 سنين. بتقول جوزي الاولاني ما كانش بيصرف عليه ولا كان بيعمل ولا كان بيسوي، وجوزي التاني ده هو اللي كان بيصرف عليه. وبتقول هو لما بقى يجي جوزي التاني ده يلاقيه ضاربني وماسكني من شعري وماسك لي السكينه وهقتلك وهعملك. جوزي قال لها يانا، خيرها بينه وبين ابنها. قال لها يانا يا هو، انا كده هوت لو هو عمل لك حاجه او قتلك او عمل لك حاجه، انا كده هوت انا اللي هروح في داهيه. يعني خيرها بينه وبين ابنها عبد الرحمن. اختارت ابنها. بتقول مع ان جوزي ده كان مريحني وكان ما كانش بيخليني امشي على الارض. بتقول كان كل مشاويري بالعربيه، وكان ما كانش بيخليني اجيب اي حاجه من تحت، وكان مرفهه وكان معيشها عيشه، كانت معيشه عيشه، وكان بيصرف عليها، كان كويس جدا معايا. بتقول فضلت ان انا يعني اتطلق منه، وفضلت ابني عشان خاطر اخترت ابني عشان ما دمرش ابني. وفي الاخر ابنها اتجه للمخدرات. وحصل ايه بقى؟ بتقول عملت له مشروع وجبت له بضاعه في محل كان قدام البيت. وبتقول من ورايا راح بيع البضاعه وراح تاجر فيها في المخدرات. بتقول انا ما كنتش اعرف اي حاجه خالص، الجيران هم اللي بيحكوا لي. وهي يا عيني من حسن نيتها، هي ست منقبه زي ما انتم ما شايفين كده، ربنا يا رب يعوضها يا رب خير. بتقول هو اللي طلعت يعني بيه من الدنيا. فعقوق الابناء دي حاجه رهيبه جدا. انا هعقب لكم على الكلام، يعني على القصه في اخر الفيديو عشان محدش يتضايق مني. بتقول عشان خاطر طردني من بيتي وضربني وجاب لها بلطجيه، يعني مجرد عيل عاق ربنا يقتص منه يوم القيامه. جاب لها بلطجيه يضربوها في قلب بيتها عشان يطردها من البيت. البلطجيه عايزين يضربوها ويقلعوها، ما يعرفوش ان هي امه. بتقول من كتر ما هم كانوا عايزين يقلعوني، قلت لهم ده ابني، ده انا امه. البلطجيه صعبت عليهم، قالوا تفوا عليه، تفوا في وشه، قالوا له ازاي امك وعايز تعمل فيها كده. البلطجيه حنوا عليها اكتر من ابنها.
انتوا متخيلين اللي احنا بنسمع؟ انا مش مستغربه خالص. اقسم بالله انا كنت بعمل حاجه عن مجرد يعني، كنت بخيط حاجه عند مره عند خياطه، ومعلش خدتني في البروفه بتاعتها وعرضت لي رجلها من فوق، يعني معلش متاسفه، فخدها ابنها ضاربها اللهم صل على النبي بالمطوه في فخدها. جريت على المستشفى، فخدها ده متدمر، انتوا فاهمين، في حته حساسه، متدمر يعني منظره. انا قشعرت لما شفت فخدها. دي بقى قصه انا يعني انا عشرتها كده وعشتها. قعدت تعيط لي وقعدت تقول ربنا ياخده ربنا ياخده، بتدعي على ابنها. انا اقشعريت، قلت لها ازاي بتدعي على ابنك؟ قالت لي ربنا ياخده، انا مش هرتاح الا لما ربنا ياخده. وفعلا ابنها برضك كان بيتاجر في المخدرات. خلونا في قصة سماح بقى. بصوا سماح بتوريكم دلوقتي الروشتة بتاعتها، بتقول انا مريضة ضغط ومريضة سكر، وعلاجي جوه متعلق على السرير، ما عرفتش اخده، ومرمية في الشارع، بغسل هدومي عند الجيران وبروح لابساها تاني. الجيران بيروحوا له يقولوا له امك مرميه في الشارع، يقول دي بنت كذا وبنت كذا وبنت كذا، ويقول ان هي سرقت ابوه وخدت 2 مليون جنيه وهربت بيهم وخدتهم. طردها من بيتها ومكهرب الباب الحديد. بتقول لي انا عملته بشقايه وعملته بفلوسي وعملته. راحت بتقول اشتغلت في مكان، بتقول كنت بشتغل في الصحراء بجمع فراولة. انتوا فاهمين يعني؟ بتقول كنت شقيت عليه وتعبت عليه. وسالوا يعني سالوا الجيران وسالوا الناس اللي هم المحيطين حواليها، قالوا ربما تكون هي عملت له حاجه او كده. وبرضك يعني بيستشفوا بالناس اللي حواليها. فقالوا الجيران قالوا ده هو عيل عاق، ولدرجه ان هو كان بيأذي الجيران، كان بيأذي الجيران. وواحد من جيرانها قالوا ان هو كان من صغره كان بيحدف علينا القشر البرتقال وقشر الموز، وكان بيأذينا. وكل الجيران كانوا بيقولوا عليه ان هو سلوكه مش كويس. يعني استغفر الله العظيم يا رب، المخدرات دمرت عيالنا، يا رب اللهم لا تبتلينا في اولادنا، يا رب اللهم لا تبتلينا في اولادنا. بتعيط وبتقول كل ما اروح له واترجاه ان هو يدخلني بيتي، يقول لها ده مش بيتك، ده بيت ابويا، ده مش بيتي. راحت عملت له محضر في الاسم، وراحت للضباط. قالوا لها احنا ما, بن... ما دي مشكله عائليه بينك انت وابنك، واحنا ما نقدرش نتدخل فيها، ربي ابنك. تربي ابنها عنده 23 سنه. الضابط بيقول لها انت ما عرفتيش تربيه، انت ما عرفتيش تربيه. قالت له انا ابتليت فيه، الانبياء ابتلوا في اولادهم، انا ابتليت فيه لان هي ست منقبه زي ما انتم ما شايفين، ابنها الوحيد. يعني هي مش هتربيها تعمل له ايه؟ بتقول عملت له مشروع ب 150 الف جنيه، بتقول مليت له الدكانه بضاعه، ويمكن دلعته. مش عارفه، انا مش عايزه الوم عليها والله، لان الام من كتر خوفها على عيلها برضك بتبقى الله اعلم بيبقى سلوكه، استغفر الله العظيم يا رب، بيبقى هو سلوكه عدواني من صغره، او بيبقى الحياه اللي هو عاشها مع امه، ان هي اتطلقت او اتجوزت اب غير ابوه، او اتجوزت حد غير ابوه، بتأثر على نفسية العيل. أنا مش يعني ما بحبش إن أنا يعني أتكلم على القضية أو على القصة من خارجها. لازم بحب إن أنا أعيش في القصة من جوه، وأشوف الملابسات بتاعتها إيه، وإيه اللي خلى عيل زي كده يكون إن هو أمه فانية حياتها عشانه يتقلب عدو عليها كده. عشان كده ربنا قال في كتابه من أولادكم عدو فاحذروه. هم دول اللي ربنا قال عليهم في القرآن. الله أكبر الله أعظم. هقفل معاكم عقبال ما العصر يأذن وهرجع تاني. بس هي الصور بقى اللي هي مصوراها حقيقية، من هي بتصور في الموقع اللي كانت بتشتغل فيه. فبتقول انا اشتغلت وفنيت حياتي عشانه، وتعبت وشقيت عشان اوصله للمرحلة اللي هو فيها دي، وفي الاخر يطلع يتقلب عليها يا عيني ويبقى عدو ليها. فبتقول وهو بيضربني مسك المصحف وقطعه ورماه على الارض. يعني في اكتر من كده ايه؟ هو كده خلاص وصل لدرجة الكفر. ليه؟ إيه اللي يوصله للمرحله دي؟ هو لو هي بقت يعني تكسب فيه ثواب، هي واللي حواليها يعالجوه من المخدرات. هي المخدرات اللي بتذهب العيل وبتخليه يتقلب شيطان. يعني ممكن المخدرات اللي قلبت سلوكه كده. لكن انا مش هلوم عليها والله العظيم، هو ابتلاء من عند ربنا فعلا. ربنا يا رب لا تبتلينا في عيالنا. وادي اللي بتاع الناس اللي هم اللي كانوا بتستشفي بيهم وبتسالهم وكده، هل هي كدابه؟ الراجل ده كان بيقول ان هي من زمان وهو جوزها كان عايش، كان بيضربها وكانت بتنزل تستنجد بيه، وكان بيمسكها من شعرها وكان بيبهدلها ويقطع لها هدومها. جوزها اللي هي اتطلقت منه ده عشان كده اتطلقت منه. وبص بيقول ان هو الولد كان بيقف في البلكونه، وانا واقف تحت في الشارع يحدفني بالقشر الموز وبقشر البرتقان. وبيقول سلوكه كان من صغره ما كانش حلو خالص.
اما الراجل التاني بيقول كان الست دي تعبت جدا وشقت على ابنها، يعني دول جيرانها من 17 سنة. الراجل ده بيقول الست دي من 17 سنة كانت بتنزل تستخبى عندي لما جوزها كان بيضربها. فبيقولوا يمكن هو عشان الولد طلع لقى ابوه بيضرب امه بقى كده، هو سلوكه بقى كده. لا طبعا مش شرط، ده ممكن هو عشان بيشوف امه بتتضرب يبقى هو متعاطف معاها، ويبقى هي يعني الروح والعين والنني. مش شرط عشان خاطر ابوه شافه بيضرب امه يبقى هو يطلع سلوكه كده، بقى هو يطلع سلوكه لما يلاقي امه مظلومه يعمل كده مع امه كمان ويكمل عليها. لا ده ابتلاء كبير من عند ربنا. تقول انا كنت بنزل الف على مستشفى الاورام وابيع هدوم، ابيع هدوم عشان خاطر اجيب القرش واجيب الجنيه، وشقيت جدا عقبال ما وصلته للمرحله اللي هو فيها دي. فهو هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ بتقول بعد ما ضربني والبلطجيه قالوا لي طب انزلي يا ستي واحنا هنخرجك بهدومك واخرجي، اخرجي من البيت. طبعا مديهم فلوس عشان يخرجها من البيت. قالوا لها اخرجي من البيت وانفدي بجلدك. خرجت من البيت بتقول من غير ما اخد علاجي. بتقول خرجت قعدت في الشارع بغسل هدومي عند الجيران، واقعد في الشارع الف عند دي شويه والف عند دي شويه. بتقول لغايه ما البلطجيه دول مشوا يعني نزلوني من بيتي وخرجوني من بيتي. هو جري ورايا انا وخالته وضربني بالسكينه وضرب خالته بالسكينه في رقبتها، وراحت القسم عملت فيه محضر اخد سنه. فبيقولوا لها يعني يمكن يتحبس، قلت لهم يا ريت يتحبس، يا ريت يتحبس. انتوا عارفين افظع حاجه في الدنيا ان الام تدعي على ابنها؟ يعني ده الام بتدعي على ابنها وتقول يا رب ما ربنا ما يستجيب. فلما العيل يوصل الام ان هي تدعي عليه من قلبها وتقول يا رب يموت، يا رب يتحبس، يا رب يجرى له اي حاجه، فدي افظع حاجه في الدنيا، دي علامات يوم القيامه. فمش عارفه اقول ايه، ربنا يتولاها برحمته يا رب، يعني يفك كربها يا رب ويفرج همها يا رب. ومش عارفه انا صعبت عليا جدا. انا مش عايزه اجيب لكم صوتها وهي بتعيط، صوتها وهي بتعيط كده بتقطع القلب الصراحة. فإذا ندعي دايما، الدعوة بتحوش القدر، ندعي دعوة لعيالنا ان ربنا ما يبتليناش فيهم، وربنا يا رب ما يورينا فيهم يوم ابدا وحش، وربنا يهديهم لنا. دول هم حبايب عينينا، هم فلذات اكبادنا. هي دلوقتي نفسها تخش بيتها وعايزه تقدم بلاغ للنائب العام عشان خاطر يعني عايزه تخش بيتها، مش عارفه تخش بيتها. فطبعا دي صرخه من ام حزينه ومكسوره، بتقول استضعفني عشان لقاني لوحدي. طبعا اتطلقت من جوزها، وجوزها التاني اللي هو ابوه مات. بتقول لقاني لوحدي، كسرني، ما عندهوش كلمه غير انا هقتلك، انا هقتلك، انا هقتلك. بيهددها بالسكينه على طول. فقولوا لها كلمه كده في التعليقات، ربنا يصبر قلبها يا رب، وربنا يعوضها خير على اللي هي فيه. هشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. معلش انا طولت عليكم في الفيديو ده، بس الفيديو ده كسر قلبي كده من جوه الصراحه، ولمس حاجه كده. الواحد الصراحه القصص دي مش متخيل ابدا ان هو هيجي يوم يعني من الايام ان هو يسمعها. فقولوا لها كلمه كده في التعليقات تواسيها.